بيبدأ الفيلم بقاتل متسلسل داخل على الضحية بتاعته، ولكن الراجل بتاع الإضاءة تقريبا كان أجازة في اليوم ده، فالمشهد هتسمعه بس مش هتشوفه من كتر الضلمة. القاتل بيصحي الضحية بتاعته فبيقوم متفاجئ جدا وبيقول له ممكن طلب قبل ما اموت اشرب. تحسه بيقابل سيريال كيلر اتنين وخميس مثلا، او كان فاكره جاسوم. بيشرب وبيدرك ان الراجل جاي يخلص عليه فبيطلب منه طلب تاني. بما انه هيموت انت ممكن تفتكر انه هيطلب سجادة صلاة، هيطلب يتشاهد، هيطلب من كرم الشام حتى. لا، بيطلب ولاعة علشان يدخن. وات جود واي تو داي يعني. هو تقريبا عارف ان التدخين يدمر الصحة وسبب الوفاة، فقال يمكن يموت قبل ما الراجل يقتله، او انا بحاول يعني اخلي اي حاجة منطقية في الموضوع. المهم يا سيدي اخيرا بيحصل شيء منطقي. هو انت ليه صحيتني؟ يعني ما خلصتش ليه على طول وانا نايم؟ انا فعلا كنت هسأل السؤال ده من الاول يا اخوانا والله. لا يا راجل. المهم السفاح بيجاوبه عادي، يعني تحسه بابا نويل جاي يحقق له طلباته مش جاي يخلص عليه. الموضوع ما بيقفش هنا، بيبدأ كمان يحكي له مين اللي كلفه يقتله. فبنرجع فلاش باك بنعرف فيها ان البطل بتاعنا مستشار وجاله ابو واحد متهم علشان يبرئه. الراجل الشرير والمحامي جايين يدفعوا 10 مليون رشوه بس، فبيقول لهم والله كده واقف عليا بخساره، انا عايز 20 مليون يا اخوانا. المشكله مش هنا، المشكله انه اداله الشنطه الصغيره دي اللي ما تعرفش شايله 10 مليون ازاي. المستشار بقى حط ايده عليها، الشنطه عملت صوت من الهواء علشان فاضيه كمان، يعني معهمش مش يحطوا فلوس مزوره، طب يحشوها حتى ورق جرايد، يعملوا اي حاجه. في النهايه بتضح لنا ان المستشار كان ماكرا ومركب لهم كاميرا مراقبه بتسجل لهم الاتفاق علشان يفضحهم. صدمة كبيرة يا والقلب والله يا اخوانا كاميرا المراقبه بتصور احسن من كاميرا الفيلم، يعني كنتوا كملتوا بيها باقي المشاهد بدل اللي احنا شايفينه ده. بيرجع المستشار من الفلاش باك علشان نسمع اعبث جمله في تاريخ السينما المصريه. لا اوعى تعملها من غيري، كده هتضيع عليا الاتعاب. يعني يا ريس هو لو مات بالكحه مش بالرصاص هيدولك خصم نص يوم مثلا، ولا هيدولك نص الفلوس؟ وبعدين يا سيدي اضربه رصاصتين بعد ما يموت وخلاص، يقول لهم انا قتلته. طبعا المستشار محدش يعلي عليه، فرد عليه برد اغرب منه. مستغرب الواحد زيي يموت بايدين واحد يعني؟ ايه مش قد المقام؟ مش الفكرة يا صاحبي، والله انت قد الدنيا وكل حاجة، بس هو المستشار كان عشمان ان عالم ذرة ايراني معاه دكتوراه على الاقل هو اللي يقتله. الاتنين بيدخلوا في جدل فلسفي عن اهمية الذكاء وهل السفاح بيكون ذكي ولا لا، فبيضطروا ان هما الاتنين يلعبوا دور شطرنج. ليه بقى؟ علشان السفاح يثبت له انه ذكي وجدير بشرف قتله. انتوا طالع مجانين كلكم مع بعض ها؟ هل تعتقد بقى ان هذا القاتل عديم الرحمة عديم القلب هيتوقف عند هذا الحد؟ لا، ده كمان بيكشف له وشه وبيسيب السلاح من ايده. كان ناقص بس يديله موبايل عشان يكلم الشرطه. لا وشوف الكرم بقى، بيقول له ابدا انت، على اساس ان اي حد بيبدا في الشطرنج يعني مش اللي معاه الابيض. وطبعا زي اي فيلم محترم هم قاعدين بيلعبوا، فالقاتل بيقعد يحكي خطته الشريره وازاي وصل لبيت المستشار، يعني تحسهم بيتسلوا كده على ايه، على ما الدور يخلص. والحراسه اللي عند حضرتك الليله دي الامين عبد النبي والمندوب محمد السيد، وكل يوم عبد النبي بيعدي على محمد السيد عشان يجوا هنا في ساعتين. ساعتين ليه يا اسطى؟ هم جايين له من الساحل الشمالي. وطبعا الحراسه كانوا غايبين في حصه المكر والدهاء، فقبلوا يشربوا العصير عادي كده. اجيب الولاعه. اقعد مكانك، الولاعه معايا. طبعا القاتل مكار برضه يا اخوانا وذكي، عارف ان المستشار عايز يغفله في السيجاره فجاب له الولاعه معاه. يا اخلاقك يا فخر السفاحين. اوعى تخلع دلوقتي، هتبوظ عليا المصلحه. يا سيدي ابقى اضربني طلقه وامشي. يعني عايز نغش الناس؟ لو كل اخلاق السفاحين كده يعني كان زمان مصر في حته تانية خالص. بيكمل طبعا حاكي خطته الشريره وازاي قدر يفتح الباب، علشان كان هو النجار اللي صلح الباب اصلا مش عارف من امتى. حاجات كلها في قمه العبث يعني. في النهايه المستشار اللي كان عمال يتنمر على ذكاء القاتل خسر، والقاتل قتل الملك بتاعه في رمزيه معبره. بيحاول بعدها المستشار يتفاوض معاه علشان يسيبه. واللي كانوا هيديهولك انا ممكن اديلك اكتر منه 100 مرة. وانت ترضاها لي؟ اخويا الناس اللي اتفقت معاهم؟ انا ما غلطتش لما قلت عليك فخر السفاحين. لسه هيضرب عليه ويقتله، بيكتشف ان مسدسه مقفول وان المستشار طلع فعلا اذكى منه ومغفله ومخبي مسدس بيتهم تحت ترابيزه الشطرنج. ما تعرفش بقى هو لما كان بيلعب مع اصحابه كان بيلعب معاهم على اللي يشيل الجثه مثلا ولا ايه. وزي ما القاتل حكى خطته لازم المستشار هو كمان يحكي خطته علشان يوقعه. المستشار بعدها بيربط القاتل، وانت طبعا هتقول لي اول حاجه هيبلغ الشرطه، ولكن المستشار تقريبا كان عارف ان دخلها متابعه النت كويس اليومين دول،
فصور السفاح ونزله على الفيسبوك. بينتهي الفيلم على كده مع اغنيه اسمها دور شطرنج، يعني تحسها من غناء كاسباروف تقريبا او ماجنس كارسن مش عارف. ومن الجدير بالذكر ان الفيلم ده مدته 14 دقيقه، منهم 5 دقائق تقريبا تترات، حاجه يعني حرس ملك البلندرات يستحي يسويها. المهم يا سيدي، لو ما عجبكش الفيلم وعجبك الملخص ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، وتستنانا في الحلقات اللي جايه. سلام.